أهلا بمتابعي لبوينتين أينما كنتم. نلتقي مجددا في ملف الساعة. هذه المرة نخوض ملف طبي. الضحية مواطنة من الطبقة الكادحة جاءتنا وكلها يأس، علها تجد بصيص أمل في حياتها التي انقلبت رأسا على عقب بعد إجراء عملية جراحية عادية، إلا أنها كلفتها فقدان صحتها وبالتالي أصبحت معاقة وعاجزة عن العمل وعن كل متطلبات الحياة. معنا سيدة جازية. لو سمحتي، آنسة أو سيدة؟ آنسة. آنسة. طيب لو كنت تعرفنا بروحك. أنا مواطنة تونسية اسمي زازية ليلية. أنا باش تعرضت للمظلمة، نحب نحكي شوية. شنو هي المظلمة هذه؟ المظلمة هذه مشيت نعمل في عملية في 2010. تعرضت للمظلمة من الطب. انت حكيت اللي انت مرضتي عندك شويه وجيعه في كرش، كان مشيت باش يا اخي ظهرت باش يعملوا لك عمليه. انا جاتني وجيعه شويه في كرشي، مشيت للاستعجالي. ايوه الاستعجالي بعثني للشرنيكول. الشرنيكول عملوا لي ليكو نهار 25 اوت 2010. وخديت موعد نهار 21/9/2010 باش نقابل الطب، باش الطب يقروا. واضح. وانا خدمت مع المراه هذيا حميده الكراكتي. اي حميده الكراكتي طبيبه هذيا في العمران. كانت تبشر فيا على الحساسيه، انا ما عندي حتى شيء اخر نعدي عليه. تبشر فيا على الحساسيه. هي عرضت علي باش تهزني لصاحبتها. عرضت علي باش تهزني لصاحبتها، باش صاحبتها تفحصني وتشوف. هزت لها ليكو، شافوا ليكو، عديت عندها بالسبت. عملت لي الفحوصات، عملت التحاليل، عملت اللازم عملت الكل. اللي لازم الكل. واضح. اعطوك الملف. اعطوني الملف. قررت باش تعمل كشف المنظار. واضح. كشف المنظار. عملت كشف المنظار. قالت لي لاباس عليك. عملت كشف المنظار، قالت لي لاباس عليك. راهو عندك ورم، ما في حتى شيء، حاجه بسيطه. قعدت ورم في الارحام. في الارحام. وفي بعد 3 شهور. بعد 3 شهور وفات الموعد. وفي كل شيء. وفي كل شيء. في اللي عملناه من حاجات كل التحاليل والحاجات. يعني فوتت لك الموعد نتاعك؟ لا ما فوتت لي الموعد اللي باش نمشي به للشرنيكول. واضح. قعدت بعد كشف المنظار بعد 3 شهور. بعد 3 شهور كلمتني حميدة الكراكتي طبيبة نتاع العمران. جتني مكالمة من عندها نهار 28 11 2010. واضح. قالت لي إجابات لي مع بناتي وراي فوزية الزويري. قالت لك إجا نعمل لك العملية. قلت لها هي ما قالت ليش. قالت لي لا، هي قالت لي راي كلمها باش تجيني نهار 1 نعمل لها، نهار 1 ديسمبر نعمل لها العملية. مشيت أنا واختي بتنا في دارها، عملت لها اللي لازم. بت مع بناتها. نهار 30 نهار 29 أنا مشيت دايسة في دارها. نهار 30 روحت على روحي أنا واختي. عملت اللي لازم وروحت. نهار 1 ديسمبر 2010 هزيت روحي، هزيت الملف اللي فيه الوثائق الكل. يعني مقابل الخدمات، مقابل الخدمات هذه يعني العملية هكا ولا؟ واضح. مشيت أنا باش نعمل العملية على روحي. أنا مشيت للشفاء. مشيت باش نشفي روحي. أنا مشيت باش نشفي روحي يا أخي. دخلت نهار 1 ديسمبر 2010. دخلت نهار 1 ديسمبر 2010. خرجنا من 6:30. 7 دخلت للسبيطار. 8 دخلت لها لداخل. عطيت الأوراق، هزوا الأوراق. صحيح سلمت روحك باش تعمل عملية معناتها. هزوا الأوراق ورجعوا. قالوا تحليل البنج ضاع. تحليل البنج عملوا الدكتور المغربي. دربوا التحاليل وجاوني قالوا لي عاود تحليل أخرى. عاود التحليل أخرى وروحت على روحي. نهار 2 ديسمبر 2010 رجعت للعملية. 6:30 في السبيطار أنا وأختي من الصباح. دخلت للعملية. دخلتني الزويري، الدكتورة الزويري دخلتني للعملية. دخلتني 8، خرجتني 7 متاع الليل. خرجتني معاقة ما نمشيش. يعني بعد العملية فقت بروحك أنك معاقة؟ فقت بروحي ما نمشيش بعد العملية.
انا الساقي ما نعرفش كيفاه الساقي ما نحركهاش. سقطت صحيح. سقطت ساقي نهار 3 ديسمبر 2010 الصباح. جاو الفرمليات اللي في السبيطار غادي قالوا قوموا البسوا حوايجكم، الدكتوره الزويري تحب تجي للسبيطار تلقاه نظيف، السيرفيس تحبوا نظيف. واضح. قمت باش نلبس حوايجي، طحت في القاعه، نحمد ربي لي الدبابز ما طاحوش وتكسروا. لقيت فرمليه يرحم والديها لبستني حوايجي وعاونتني وطلعتني في الشاريول، خرجتني لبرا، والبرا قعدت قاعده في البيت. زادوا جاوا خرجوني من البيت، قالوا لي قوم امشي، انا ما نمشيش. عاد انت في عمليه كيفاش تقوموك انت مع كيف؟ هي يقوموني وانا بالدبابس خاطر ما عندهمش لهوه، ما همش لاهين يعني اهمال في اهمال قله لهوه واهمال. خرجت ندور في السيرفيس، لقيت مرا والده على روحها، مشيت بحوايجي بكابوتي رقدت حداها. جات الزويري مع 8 قالت ويني اللي بعثتها لكرارتي، دخلتني وقفتني قالت لي هز راسك للفوق وامشي. قلت لها انا ما نمشيش، ما نجمش نمشي. عنفتني عطاتني 2 كفوف. هذا اللي تعرضت له باش نحكي عليه، هذا اللي قاعده نحكي عليه. وقعد العشيه خرجت روحت على روحي. واضح. اي وروحت انت صحيح وفي حاله تعيسه، مشيت مراه كامله. روحت سقات معاقه، اختي تكركر فيا، روحت بيا قدمتي قضيه؟ روحت الساعه للدار، قعدت قاعده. اختي مشيت للعمران الحميده الكرارتي تجيب في الدواء من عندها، قلت لها راهي نحت لها 3 لحمات وراهي لبس عليها. وقعدنا هكاكا، وانا بعد 15 يوم انا قاعده نمشي للكرارتي ويقول لي راك لبس عليك، ما عندك حتى شيء، برا امشي اختم على روحك. واكتشفت نهار 13 جانفي وقت اللي مشيت للسبيطار وسيله، انا مشيت باش ناخذ تحاليل من عند الزويري. يا اخي كشت عليا وقالت لي يا اخي اني كلمتك ولا عيطت لك برا روح. كانت يمكن مكالمه ما بيناتهم، يمكن كانت المكالمه ما بيناتهم وانا لا من غير ترجيحات، احنا عطينا حاجه ثابته. اي انت اكتشفتي شكون اللي كشف لك اللي ثم خطا طبي؟ انا اكتشفت ثم طبيب اخر ثم شهاده طبيه اخرى. اختبار الطب الشرعي، الاوراق متضاربه فيها ضروبات، الملف الطبي فيه ضروبات. حميده الكراتي تقول جايه تشهد في شهاده مزوره. قالت هي دز عليها الدم، يعني كي دز علي الدم علاش نمشي على سقايتي؟ انا نهار 29 بيته في دارها، كيفاش دز علي الدم ويهزوني بملح فمادام عندي نفسي. لكن انت سامحني، نزيف هذا جراء شنو؟ انت ما زلت انت ما عملتش العمليه وكيفاش جاك نزيف؟ واضح. به كي انت اكتشفتي اللي ثم تلاعب في الاوراق الموضوع وفي صحتك وفي كل تلاعب في الاوراق والاوراق حقي ما ثماش. انا 5 سنين نجي على حقي، يعني دوسي كامل. عملت او انا باش نعيش انا نتحرك بالزريقه هذيا، من غيرها هي ما تحركش. ليش الزريقه هذيك ما نجمش نتحرك. انا قدمتي قضيه؟ عملتها السيد وكيل الجمهوريه، عملت عريضه قاعدة تمشي. عدوها لفرقة الإجرام بالبرجاني، مشيت لها أنا مريضة، ما عيطوليش وما استدعونيش. مشيت لهم وحدي، خذاوا عليا شوية بحث، أنا نهارتها مريضة ما عاودوش عيطولي. بعد جمعتين أنا عاودت رجعت لهم، قال راهي فما ضابط الشرطة عماد الطرابلسي قال فما ضرر وفما زريقة وراهي الطرحة الكل ماشية للحبس. يا أخي هذا كله ما تمش منه، ما تمش. حفظت القضية حفظها السيد مساعد وكيل الجمهورية ظلم. وقت الأوراق متضاربين. ما عودتش قضية أخرى؟ عودت قضية تأمين مال. أنا عودتها تأمين مال. وتقبلت فيسع في التحقيق، مشيت حققت مع السيد قاضي التحقيق، والسيد قاضي التحقيق حقق معايا وعرف ما جبتش المكالمة. قلت له راهي جاتني المكالمة، ما جبتش التحليل للدرج نهار 1 ديسمبر. ثم وثيقة طبية اللي هي اختفت في الملف. حسب ما حكيت لي اللي ثم وثيقة اختفت في الملف. ثم وثائق مختفية في الملف خاطر ما عودتش قضية أخرى؟ عودت ثالثة. لا، عملت الساعة الاختبار أنا نتاع الخبراء. واضح. الخبير الدكتور الميرالي قال أنا راني مع الحق وهي دخلت فيك البهيمة. وأنا مع الحق.
ومن بعد تراجع في كلامه وقال الاخرين ضغطوا عليا، اللي معاه ضغطوا عليا وقالوا لي يعني ثم محاباة في الحكاية. فما محاباة في الحكاية. قال ما تعطيه، قالوا له ما تعطيهاش حقها راني، وقال هي رجلها وزير. واني وصلت الكلام الكل للسيد قاضي تحقيق، قلت له يزن سيد قاضي تحقيق يلزم تسمع الكلام اللي قالوا الميرالي. قال يقولوا في المكافحه، ما صارتش المكافحه وما فما حتى شيء وما خديتش حقي 5 سنين. عاودت تعدت لدائره الاتهام، ودائره الاتهام يعني 5 سنين وانت باقي تلوج على حق، وانا نجري على حق وما خديتش حقي. تعديت لدائره الاتهام، دائره الاتهام حفظت القضيه، ما استدعونيش، حفظت القضيه. ما تقدمتش بشكوى للرئاسه للحقوق اللي فماش جمعيات حقوقيه حاجه هكا؟ الميساج هذايا للسلطه، رئيس الدوله، رئيس الحكومه، المجلس نواب الشعب. راني مرة صبحت معاقه، صبحت فاقده كل شيء. حطموا لي حياتي وقت كان عندي عرس يعني في 2011، حطموا لي حياتي الناس هذوما وحقي ما خديتوش 5 سنين. علاش يعني تحرمتي من كل شيء في حياتك؟ حرموني من الدنيا كلها، والقضاء ما نصفنيش، القضاء جاي ضدي وما نصفنيش. هكذا. شكرا لك سيدة جازية. هكذا وصلنا إلى نهاية الحصة. شكرا للسيدة جازية على الحضور. شكرا على متابعينا أينما كنتم. سنلتقي إن شاء الله في ملف آخر، وإلى اللقاء. الله يخليك.